ازيكم يا بنات؟ وحشتوني قوي قوي قوي، يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى هنعمل مع بعض الشاورما السوري بطريقه لذيذه جدا. شايفين بقى جوسي ازاي وخطيره من جوه، وسهله جدا جدا ومش مكلفه، ومكوناتها كلها موجوده في البيت. بس كده. وهنا كمان هنعمل معاها التوميه، حاجه كده في منتهى الجمال. اول حاجه هنسمي بالله ونبدا. معايا نص كيلو بانيه، او ممكن معاكي لو معاكي صدر فرخه ممكن تقطعيه. انا قطعته كده صوابع صغيره. طبعا غسلت البانيه كويس قوي قبل ما اقطعه، لاني بعد ما اقطعه مش هغسله تاني. زي ما انتم شايفين كده قطعته قطع صغيره، وبعد كده يعني صوابع صغيره. هنزل بقى بالتوابل. معايا هنا اهوت حبهان وورق لورا، دول مطحونين مع بعض، وبعد كده بابريكا وكركم وكاري وكمون وفلفل اسود وتوم باودر وبصل باودر وحبه شطه وملح في النص كده. هو هنزل عليهم كلهم، كل التوابل دي كده هنزل عليها على صدور الفراخ. وبعد كده احط معلقه خل، وبعد كده معلقه برضو دبس رمان كبيره، وبعد كده هنزل كمان بمعلقه هريسه شطه. والهريسه الشطه دي انا كنت عاملاها في البيت. وبعد كده هنزل بعصير الليمون، ليمونتين كده اعصرهم. وبعد كده معايا معلقتين صوص باربيكيو وممكن كاتشب. وبعد كده معلقتين زيت، اي زيت زيتون، زيت ذره، اي نوع زيت انتوا حباه. بعد كده مع كوبايه زبادي اللي هي الصغيره ديت. وبعد كده هبتدي بقى اخلط الخلطه دي كده. الريحه، عايزه اقول لكم ريحتها خطيره جدا، جربوا الطريقه دي حلوه قوي في الشاورما. تمام كده. بعد كده بقى قلبتها كويس قوي. وبعد كده هغلفها واحطها في التلاجة، يعني ساعة ساعتين. ممكن تعملي الخطوة دي من بالليل، مفيش اي مشكلة. فاحنا تمام كده تبلتها زي ما انتم شايفين كده. هغطيها وهسيبها في التلاجة. انا صراحة سبتها حوالي ساعة، ساعة ونص، ساعتين تقريبا، لحد ما يعني جه ميعاد الغدا. بعد كده دخلت بقى على التومية. طبعا ما ينفعش شاورما من غير تومية. معايا بقى 3 معالق نشا، وبعد عليهم كوبايه ميه صغيره، وادوبهم كويس جدا جدا. وبعد كده ارفعهم على النار مع التقليب المستمر. اهم حاجه اقلب باستمرار عشان النشا ما يكلكعش معايا. انا عايزه النشا يبقى يعني كله مختلط مع بعضه كويس قوي. هنا خلاص كده ابتدى يتقل معايا. اهم حاجه التقليب المستمر زي ما انتم شايفين كده. خلاص كده تمام. هرفعه بقى على النار واسيبه يبرد تماما. اهم حاجه اسيب النشا يبرد خالص. بعد كده هجيب معايا 3 فصوص توم وحبه ملح صغيرين. اهم حاجه الخطوه دي مهمه جدا. ادقهم كويس جدا جدا، انعمهم خالص، يعني اهرسهم على الاخر. هنزل بقى في الكب او الخلاط، اي حاجه متاحه عندك، او الهاند بلندر، اي حاجه متاحه عندك. هنزل كده بالنشا اللي انا عملته وسبته يبرد تماما زي ما احنا اتفقنا. اهم حاجه يكون بارد خالص. بعد كده هجيب بالثلاث فصوص الثوم اللي انا كنت دقاهم كويس قوي منعواهم. وبعد كده ربع كوبايه زيت، وبعد كده حبه خل، ونص كوبايه لبن او حليب، وعلبه زبادي صغيره زي ما انتم شايفين كده واضربهم كويس جدا جدا في الخلاط او في الكبه او بالهاند بلندر. شايفين بقى عامل معايا ازاي التوميه خطيره بجد، حلوه قوي قوي، ناعمه، ويعني ما فيهاش اي تكتلات ولا اي حاجه خالص. شايفين طعمها كان يجنن. جربوها بطريقه تعجبكم جدا، وقوامها حلو جدا. خلاص كده تمام. خلصنا التوميه، قفلناها وهنحطها في التلاجة لحد ما نكمل بقيه الشاورما بتاعتنا. معايا كده حبة زيت صغيرين، ومعلقة سمنة صغيرة. دي اختياري، السمنة اختياري، ممكن تحطي زيت بس، ممكن تحطي سمنة، دي براحتك. سبتهم يسيحوا كده. بعد كده جبت بقى الخلطة بتاعتي اللي هي بتاعت الشاورما اللي احنا عملناها مع بعضينا في اول الفيديو. وابتدي بقى كده اقلب الشاورما على النار لحد ما الشاورما تاخد الصوص اللي فيها ده ينشف فيها خالص. عايزه اقول لكم بقى هتاكلوا حبه شاورما في منتهى الجمال بالطريقه دي. طعمها هيجنن. الخلطه دي والمكونات دي في حته تانية خالص. فعلا طعمها زي الجاهز. ابتدي بقى طبعا اقلب شويه كده لحد ما الصوص يبتدي ينشف معايا بالشكل ده. وكده تمام. الشاورما استوت معايا. ارفعها بقى من على النار واركنها دلوقتي. وهنا كان معايا عيش سوري كنت جايباه جاهز. صراحه ما عملتش عيش في البيت، انا كنت مشترياه جاهز. تقريبا كان 10 ترغيفه تقريبا. شايفين بقى عامل ازاي؟ ما شاء الله. يعني انا بجيبه من مكان حلو جدا موثوق منه، وبجد طري جدا، وزي ما انتم شايفين خفيف وحلو قوي. ولما بتجيبيه جاهز يعني كانك مشتريه الشاورما من بره. يعني ولادك حتى بيعجبهم الكلام ده.
ما شاء الله يعني جميل جدا. شايفين انا ماسكاه ازاي طري كده وحلوه قوي. هجيب بقى كده واحده واحده بس، مش هجيب اتنين عشان مبقاش تقال، لان انا ولادي ما بيحبوش الحاجه اللي تبقى مكلكعه قوي، يعني بيحبوها حاجه كده ايه خفيفه. جبت بقى التوميه بتاعتي الحلوه اللي انا عملتها، دهنت بيها زي ما انتم شايفين كده. طبعا انتوا شايفين الخطوات انا بعمل ايه. حطيت بقى الشاورما، وبعد كده جبت بقى شرايح البصل وشرايح الفلفل الاخضر، ودي اختياري. اي حاجه انتوا حابينها، ممكن تحطوا بطاطس، انا ما رضيتش احط بطاطس لان ولادي مش بيحبوها. وبعد كده حطيت الخيار المخلل، وطبعا شاورما يعني خيار مخلل دي معروفه. لفتها زي ما انتم شايفين، لفتها اللفه دي كده اهوت. برضه هعمل معاكم واحده تاني. جبت معلقه كبيره كده من التوميه، دهنت بيها رغيف العيش السوري. وبعد كده بجيب خلطه الشاورما اللي انا عملتها بالفراخ، ممكن تعمل نفس الطريقه دي باللحمه بتبقى حلوه طبعا، بس انا ولادي كانوا بيحبوها يعني بالفراخ اكتر. حطيت انا البصل والفلفل والخيار المخلل، وبجيب الطبقه دي كده بقفلها شبه الظرف زي ما انتم شايفين كده، وببتدي بقى ايه الفها. واهم حاجه اضغط عليها كويس وانا بلفها عشان تبقى ماسكه نفسها، ما تبقاش ايه يعني طريه كده، عشان لما نيجي نحطها نديها وش كده في الشوايه تبقى مثلا ماسكه نفسها ما تتفتحش مننا. جبت طبعا الصوص اللي حبه زيت كده كانوا زايدين من الشاورما، دهنت بيها الطاسه زي ما انتم شايفين كده. وجبت بقى الشاورما بتاعتي ونزلت فيها بالجريل كده اهوت عليها في الجريل، وبعد كده برضو دهنتها برضو من الزيت والسمنه اللي كانوا زايدين من الشاورما عشان تديها لون كده، لان كان فيها لون الكركم والكاري والبابريكا. وطبعا بتدي طعم كده حلو قوي لما نيجي ناخد الصوص بتاع اللي زايد من الشاورما ده وبندهن بيه الشاورما من بره، بتدي لون جميل جدا. طبعا بضغط عليها من الجنب ده ومن الجنب ده لحد ما تاخد لون معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، بيبقى لونها جميل جدا وبتاخد الوان كده حلوه. والجريل ده فيه خطوط كده فبيديها ايه شكل الجاهز بالظبط. لما تيجي تعمليها بتديكي التجزيعه دي اللي هي بتبقى تحس ان انت جايباه من بره جاهز. ودي الحاجات البسيطه دي بتعجب الاولاد قوي. لو ما عندكيش الجريل دي مش مشكله، يعني ممكن اي صينيه، يعني اي طاسه موجوده عندك اعمليها، المهم تقضي الغرض وخلاص. عملنا بقى التوميه وقدمنا الشاورما بتاعتنا بالشكل ده، خطيره بجد حلوه جدا جدا. يعني انا بالنسبه لي احلى من الجاهزه 1000 مره، وارخص واوفر وانضف. حلوه جدا جدا، جربوها بالطريقه دي هتعجبكم جدا. هوريكم بقى كده، بصوا انا كنت عايزه اسمعكم الصوت بس ما عرفتش. شايفين بقى الجمال والحلاوة، بجد تحفة جدا جدا، جوسي وخطيرة من جوه، مقرمشة من بره وطرية ومليانة صوص كده من جوه، خطيرة بجد حلوة قوي قوي. بس انصحكم ما تحطوش طماطم، لان الطماطم بتبوش العيش فمبيبقاش حلو وطعمها مش بيبقى قوي. حطينا بقى التومية، بصوا بقى حاجة كده في منتهى الجمال واللذاذة. وبكده نكون وصلنا لاخر الفيديو بتاعنا، وما تنسوش اللايك الجميل والاشتراك في القناة، واشوفكم في وصفات كتير.